السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه رجالي التالتة ثانوي 2024؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة إن شاء الله أولى حلقات فيديوهات شرح المنهج كاملا. نسأل الله في البداية كده السداد والتوفيق، وربنا رب يكتب التوفيق لكل طلابنا بإذن الله، وربنا يجعل كل اللي احنا هنعمله ده بإذن الله في ميزان حسناتنا ومفيد في نفس الوقت للطلبة، ويكلل مجهودنا ومجهودكم بإذن الله في آخر السنة بأعلى الدرجات. طب احنا هنبدا الوحده الاولى النهارده ان شاء الله، وزي ما انت شايف على البورد كده هي عنوانها ريد اول اباوت ات. بص، قبل ما اتكلم في الشرح عايز بس افهمك ان شاء الله احنا كل يوم اثنين ويوم خميس الساعه 8 هيكون في فيديو يخص ثالثه ثانوي. طب هنقسم الشغل ازاي؟ ان شاء الله هنبدا النهارده بالجرامر، ولان الجرامر كبير شويه احنا هنقسمه على فيديوهين، لان هو في 4 ازمنه وفي تفاصيل كتير جدا في الازمنه. هل ده معناه ان احنا مش هنشرح فوكاب؟ ده انا عايز اقول لك بقى، انا بتاع الفوكاب، انا بحبه عموما او بميل يعني نوعا ما لشرح الفوكاب والكلمات، وبحب اطلع المشتقات منها. هو يعني ان شاء الله باذن الله امر هيفيد الكل يعني. بلس ان هو ده اهم حاجه بتميز منهج ثالثه ثانوي، ان النوتس اللي موجوده في الفوكاب مهمه جدا جدا لتكوين حصيله لغويه هتفيدني في كل اسئله ورقه الامتحان. فلو اول مره تشوفني هتعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس على طول، وهتشير للقناه. عايزين الفايده تعم ان شاء الله على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا شباب، هنبدا ان شاء الله بالجرامر، واللي هو عندي عشان تبقى انت فاهم بس the present perfect اللي هو زمن المضارع التام، او the present perfect. خلي بالك بقى معايا، هنزود كلمة continuous اللي هو المضارع التام المستمر، بلس كمان the past simple اللي هو زمن الماضي البسيط، the past continuous اللي هو زمن الماضي المستمر. طبعا انا عايز افهمك ان احنا هنشتغل اول زمنين النهارده ان شاء الله، ومكمل معايا للاخر، اللي احنا هنطبق عليه وقت من كتاب المعاصر. تاني يا جماعه، كتاب المعاصر. اشمعنى يا مستر كتاب المعاصر؟ هو واحد من الكتب الكويسه جدا وليس افضلهم، يعني هو واحد من كتب كتير جدا كويسه، ولكن هو يعني نقول ان هو الوايدلي يوزد الايام دي، او هو يعني المستخدم نوعا ما. فاحنا بنحاول نجيب حاجه الكل يكون متفق على انها موجوده مع كل طالب، او حتى لو مش موجوده مع الطالب بيحب ان هو يشوف تمارينها وافكارها عامله ازاي. مع احترامنا الكامل لاي كتاب خارجي، كلها كتب قويه ما فيش اي مشكله. لما نيجي نبدا بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدا ب the present. the present ايه بقى؟ perfect، زمن المضارع التام. دايما يا جماعه بقول للناس ان الزمن مش حفظ، الزمن مش تكوين، مش كلمه داله، مش نفي، مش سؤال. يمكن الطريقه دي اصبحت يعني اولد فاشند، اللي هو يعني عاف عليها الزمن. حاليا بنحاول بقدر الامكان ان الطالب يفهم الزمن، علشان لما يقرا الجمله يعرف يحكم عليها من حيث المعنى هي تخص زمن ايه، وده شيء مهم جدا لطالب ثالثه ثانوي بالذات. فزمن المضارع التام عندي الراجل مش تعبنا معاه، هو خلاصته كلها في انه بيعبر عن حدث ماشي بدأ في الماضي. كلام جميل قوي. طب وبعدين بعد ما بدأ في الماضي هو كده ماضي يعني؟ لا، وله أثر في الوقت الحالي. طيب تعالى بقى نشوف الكلام ده على ارض الواقع والامثله عامله ازاي. ركز معايا كويس قوي، انا عايزك تفهم، خلي بالك، يعني مش عايزك تبقى تشوف كلام عربي وبتسمع امثله، لا، انا عايز المثال اللي هكتبه تقتنع بيه ويدخل جوه عقليتك ان هو ده ماشي مع الزمن ده. بنقول حدث بدأ في زمن الماضي وله اثر في الوقت الحالي. طب انا لو جيت وقلت she is happy، هي سعيده، هو ده مش مضارع تام؟ خلاص، هو ده كده مضارع بسيط. بس انا بقول هي سعيده، دي نتيجه. لو عايز اعرف سبب السعاده دي اللي هي دلوقتي موجوده، هقول مثلا she has been engaged. ده زمن المضارع التام اللي هو بيتكون من have او has بلس التصريف الثالث للفعل. امال يا مستر ايه been بلس التصريف الثالث؟ ده صيغه الزمن ده بس في المبني المجهول. طب معلش، الناس تقول لك انت ما كتبتش التكوين يا مستر. يا سيدي اهو، هو مش جديد عموما، بس هو فاعل الجمله
وبعد الفعل عندي اما هاف اذا كان الفعل ده مفرد، اذا كان الفعل ده جمع، او هاز اذا كان الفعل ده مفرد، بلس التصريف الثالث للفعل او الباست بارتيسيبل. طب ماذا لو كانت الجمله عندي مبدوءه بمفعول؟ مبدوءه بمفعول، نفس الاثنين دول يا جماعه هشغلهم برضو هاف او هاز، بس انا هزود بقى بين بلس الباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث للفعل. ده شكل الزمن عندي. طيب تعالى شوف المثال بقى اللي احنا كتبناه فوق. لما اقول she is happy هي سعيده، حلو قوي، ده نتيجه وسعيده دلوقتي. she has been engaged يعني هي اتخطبت. طيب الخطوبه بقى كانت امتى من وقت السعاده؟ هتشغل دماغك كده هتقول ان الخطوبه كانت الاول، برافو عليك. طب السعاده نتيجه بقى لما تم في الماضي، او اثر لما تم في الماضي اللي هي الخطوبه. هي نفس فكره my car العربيه بتاعتي is running fast بتجري بسرعه. زمانها ايه الجمله دي؟ هي مستر ما انت كاتب از اهي، برافو، يعني زمانها مضارع. هنفترض ان دي نتيجه. السبب بقى الجري بسرعه بتاع العربيه ده ايه؟ هنقول ان the mechanic عمل ايه بقى يا جماعه؟ هقول has repaired it صلحها. طب صلحها امتى بقى بما انها بتجري دلوقتي في المضارع زي ما مكتوب قدامي كده بسرعه؟ لا هو اكيد مش اتصلحت وقت ما هي بتجري، صح كده؟ اكيد التصليح تم قبل الجري. طب الجري ده ايه؟ ده الاثر، يبقى حدث تم في الماضي واثره موجود عندي في الحاضر. طبعا استخدمت كلمه هاز بلس التصريف الثالث عشان الميكانيكي اسم مفرد، وهنا بقى هاز بين علشان خاطر هي هنا مفعول مش فاعل. يبقى ده الاساس بتاع البريزنت بيرفكت، انك لازم تفهم الجزئيه دي. لما نيجي نتكلم بقى في الكي ووردز او الكلمات الداله عليها، هي كلمات مستخدمه مع اكتر من زمن، بس انا هقول لك على حاجه. لما نيجي نقول كده الكي ووردز بتاعته، هتلاقي اننا هنبدا بكلمه already دي معناها بالفعل، وعندي just دي معناها حالا، وعندي never ودي معناها ابدا. الثلاثه دول لما اجي احطهم في جمله المضارع التام، بص يا جماعه لهم شرطين اساسيين. اولا هم ترتيبهم في الجمله بيجوا بعد have او بعد has، وقبل التصريف الثالث للفعل. يعني بالبلدي كده بيجوني في الحته دي بالظبط اهي، خلاص، بيجوني في الحته دي بالظبط بعد هاف او بعد هاز وقبل التصريف الثالث. اتنين، الشرط الثاني يعني بيجوني، بص يا جماعه، في الجمله تكون في صيغه الاثبات. يعني ما ينفعش اكتب جمله فيها نفي واستخدم واحد من الثلاثه، خلاص كده. الى ان برضو معلش في عندي جزئيه مهمه، اللي هي ان كلمه already اللي هي معناها بالفعل ممكن استخدمها في الاستفهام، يعني في جمله سؤال مضارع تام مبدوءه بهاف او هاز، بس اذا كان السؤال ده الغرض منه الدهشه. ادي اول استثناء هناخد عليه مثال دلوقتي. الاستثناء الثاني كلمه never. كلمه مين يا جماعه؟ never. مالها never؟ قال لي never اغلب استخداماتها في جمله المضارع التام بيبقى بيليها، بص بقى، يعني الجمله اللي بعدها يا اما فيها حاجه اسمها equality اللي هي مساواه، صيغه مساواه اللي هي صفات المقارنه، ودي طبعا هتبقى موجوده في الوحده الثانيه معانا، او يبقى فيها comparison، وcomparison دي المقارنه، يعني معناها ان ايه لما اجي اقارن ما بين اتنين. تعال نشوف الاسئله بتجيني في الجزئيه دي ازاي، وركز كويس قوي. الاسئله بتيجي تقول لي she space studied English، وفي الاختيارات بقى she just has، طيب hasn't never، طيب already has، طيب has just. لما تيجي تبص في الجمل او الاختيارات المكتوبه عندك دي، هتلاقيني شكلت في الاختيارات ما بين الثلاث كلمات كلهم، بس انا معلش وانا بحل براعي الشرطين دول اساسيين، خلي بالك، يعني مكانهم فين ونوع الجمله اللي هم فيها ايه. طب هي الجمله دي اثبات، لا مش باين لي اثبات يا مستر، ما هو انت الاختيارات تحت هي اللي بتقرر بقى. فلما تيجي تبص تلاقي الاربع اختيارات، ادي في هنا جاست، في هنا نيفر، في هنا اوريدي، في هنا جاست للمره الثانيه.
بس هل الاختيار الاول ده صح؟ هتلاقي ان كلمه جاست جايه بعد هاز. طب احنا قلنا ايه؟ مش احنا قلنا بتيجي بعد هاز، صح كده؟ طيب هتلاقي كلمه هازنت مع نيفر. نيفر مكانها بعد هاز اهي، بس احنا اتفقنا انها ما بتجيش في النفي، ما ينفعش هازنت نيفر، ما نيفر في حد ذاتها اصلا نفي. طيب اوريدي هاز، كلام جميل، اوريدي كلمه داله، بس برضو جت قبل هاز، المفروض بتيجي بعدها، فبروح على الاختيار الاخير ده. يبقى السؤال ده ركز معايا على قصه الترتيب بتاع الكلمات الداله دي على الزمن بيبقى شغال ازاي. في فكره تانية كويسه بقى، اللي هو ايه، بيلعب معايا على المعنى. يعني ايه على المعنى؟ يعني مثلا تلاقي هنا اوريدي معناها بالفعل، وكلمه بالفعل يعني الحدث يعني اوريدي خلص او تم القيام به. جاست يعني معناها لسه بادئ حالا او لسه منتهي حالا. طيب كلمه نيفر معناها انه ما حصلش. هل الجزئيه دي او المعاني دي لها عندي يعني اهميه؟ طبعا. تشغيل دماغ بقى وركز معايا. مثال بيقول we space our work we need no help. هو عايز يقول في الاختيارات ان احنا ايه بقى، ركزوا معايا، ان احنا have just finished. تركيبه صحيحه مليار في الميه، وبتاخد have والدنيا تمام. طب مثال تاني بيقول لي have never finished. طيب برضو الكلمه الداله محطوطه في ترتيبها الصحيح والاختيار مثبت. طيب have already finished. الثلاث كلمات الدالات اللي موجودين هنا مكانهم صح، والجمله اللي موجودين فيها اثبات صح. طب ايه المشكله؟ المشكله في ان مين المعنى بتاعه يتناسب مع الجمله اللي فوق. طب الجمله بيقول لك ان احنا خلصنا شغلنا، وبعدين قال لك ايه؟ طبعا الاختيارات فيه فينش، وبعدين قال لك في النص الثاني ان احنا وي نيد نو هيلب، مش محتاجين مساعده. مش محتاجين مساعده يعني معناه ان احنا ما خلصناش ولا لسه مخلصين ولا انهينا بالفعل. هي دي انهينا بالفعل. فكلمه اوريدي ده الصح عندي، ودي لعبه فروق في معاني الثلاث كلمات نفسهم. طيب الجزئيتين اللي انا قلتهم فيما يخص اوريدي ونيفر دول مهمين برضو، معلش، لان انا عندي يا جماعه يعني قاعده ثابته كده بتقول لي ان انا لما اجي اقول have you bought a car space، والاقي في اخر الجمله يقول لي amazing وعلامه التعجب كده، معلش دي هنعملها كابيتال كده. وراح جاي في الاختيارات بقى عامل ازاي يا جماعه؟ قال لي جاست مع yet مع so far مع already. فلما تيجي تفكر طبعا بشكل مباشر، لان الزمن ده احنا متربيين عليه من اولى اعدادي تقريبا، تقول ان الجمله دي جمله استفهاميه في زمن المضارع التام، وانا عندي الكلمه الداله الاساسيه في المضارع التام بتيجي في اخر الكلام اللي هو الاستفهامي بتبقى يت. انت مش صح، بس انت هنا غلط، لان انا اللفظ اللي في الاخر ده واخد بالك من كلمه amazing. amazing بقى وعلى يعني على شاكلتها بقى من ايه؟ من amazing fantastic incredible unbelievable واو او ماي جاد. اي لفظ يدل على دهشه موجود بعد سؤال مبدوء بهاف وهاز، اعرف ان انت هتستخدم كلمه already كده وش. طيب جزئيه كمان في حته نيفر، خلي بالك معايا، اللي هو انا بقول I have space seen as tall as him، اللي هو انا ما ايه طويل زيه لحد دلوقتي، انا ما ايه ما انا ما اعرفش. فيجي في الاختيارات يعمل ايه بقى؟ I have ever I have just I have never I have already. برضو انت ليه يا مستر بتجيب معانا الثلاث كلمات؟ ايوه يا جماعه، ما هو اللخبطه بتكون هنا ان انا في شويه تفاصيل في الكلمات الداله على المضارع التام ما بتبقاش مذكوره قوي، وعايزه تركيز نوعا ما، وعايزه تشغيل دماغ في نفس الوقت. المهم I have space seen as tall as him، هو انا طبيعي كده انا لسه شايف طويل زيه ولا ما شفتش طويل زيه؟ انت بقى وحسب المعنى. طب ما هو المعنى تحس ان اغلبهم ينفع. طب القاعده بقى بما ان في عندي as اللي هي صيغه التساوي، او خلي بالك معايا بقى، او في صيغه مقارنه يعني صفه في اخرها اي ار ثم ذان، امور الصفه ذان لو كانت صفه طويله، ده يخليني استخدم كلمه مين يا شباب؟ كلمه نيفر. طيب الكلمه بقى الرابعه كده، احنا خلصنا حوار يا جماعه ايه اوريدي وجاست
او never. الكلمة الرابعة عندي كلمة ever. يعني ايه ever؟ يعني من قبل. استخدامها عندي بقى بيكون فين؟ في 3 انواع من جملة المضارع التام يا جماعة برضو، اللي هو have has بلس التصريف الثالث. طيب رقم 1 انها ممكن تجيني، خلي بالك بقى، في السؤال المبدوء بهاف او هاز. بهاف او هاز، ركزوا معايا كده كويس. طب مكانها فين بقى؟ بعد الفاعل. ده غير اوريدي بتيجي في اخر الكلام، ده غير يد بتيجي في اخر الكلام. 2 بتجيني في جملة الاثبات. في جملة ايه يا جماعة؟ الاثبات. ركز معايا، بس بشرط ان يكون قبل الجملة اللي هتيجي فيها مثبتة مضارع تام يكون قبلها جملة مفاضلة او سوبرلاتيف، اللي هي مين بقى؟ اللي هي ذا والصفة في اخرها اس تي لو كانت صفة قصيرة، او ذا موست او ذا ليست لو كانت الصفة عندي طويلة. 3 بتجيني في الجملة، خلي بالك معايا، المبدوءة بنو. ويمكن المعلومة الأخيرة دي هي اللي ممكن نوعا ما تكونش جديدة على دماغنا، ولكن أنا بقول مثلا no one has ever done like that. يعني مفيش حد عمل كده قبل كده، بغض النظر عن المعنى، إلى أن تم استخدام كلمة ever في جملة مبدوءة بنو بعد has وقبل التصريف الثالث. أو إن أنا أروح جاي قايل she is the tallest girl. بص بقى I have ever seen. أطول بنت رأيتها. تم استخدام ever أهي يا جماعة، الجملة مثبتة لأن في عندي قبلها جملة فيها superlative من الدرجة الثالثة أو مقارنة من الدرجة الثالثة. طيب ركز معايا بقى، هنروح على الكلمة الخامسة والسادسة. بص يا سيدي، عندي بعد كده for وسنس. بص يا جماعة، مفيش حد يخفى عليه الفرق ما بين for وسنس. كلنا عارفين ان كلمة for معناها لمدة، وبيجي بعدها الوقت المستغرق في الحدث. الوقت المستغرق في الحدث. اما كلمة سنس معناها منذ، بيجي بعدها وقت بداية الحدث. وقت بداية الايه؟ الحدث. يطلع لك طالب بقى حفيظ يقول لك يا سيدي الفاضل والنبي الله يبارك لك، انا عايز شويه كلمات احفظهم بعد فور وسنس واختار. عايز اقول لك ده مش صح قوي، بس انت عرفت وقت محدد او وقت مستغرق يبقى معناها ان في عدد او حاجه محدده بعد فور. لما تعرف ان في بدايه الحدث يبقى في كلمه واحده او الوقت اللي بدا منه الفعل. زي برضه انا ممكن استخدم فور او ان وبعدها ظرف زمان، فور داي، فور ويك، فور مانث، وهكذا. ممكن استخدم رقم وبعدها ظرف for 2 days 3 weeks وهكذا. خد بقى عندك بقى for a long time اللي هي فترة طويلة، for a short time اللي هي فترة قصيرة، في عندي forever اللي هي للأبد، في عندي for a while اللي هي معناها لبرهة أو للحظة، عندي for ages اللي هي معناها لعصور، في عندي for the last، ماشي، في عندي for a couple of يعني 2 من، for nearly يعني لمدة تقريبا واجيب بعدها دي، كل دي مدد يا جماعة ممكن احطها بعد الالفاظ دي. وعندي for about لا لمدة حوالي، كمان ممكن اضيف for centuries اللي هي لقرون. اما كلمة since فركز معايا بقى، لما اجي اقول لك في since 1999 يبقى السنين، لما اقول لك May يبقى الشهور، لما اقول لك Friday يبقى كل ايام الاسبوع، لما اقول لك summer يبقى فصول السنة، لما اقول لك breakfast يبقى، ركز معايا كده، يبقى الوجبات، لما اقول لك yesterday يبقى كل الكلمات الدالة على زمن الماضي البسيط اللي هي بما فيهم كلمة last. يمكن حد يقول لك يا مستر ما هي last اتكررت هنا اهي، ايوه مظبوط، بس انا اتكررت بذا انما هنا من غير ذا، الا اني ممكن استخدم since the last عادي بس بشرط هيجيني بعدها اسم. امال هنا كان هيجيني بعدها ظرف. ايه ده؟ يعني اقول for the last week, the last month, the last year، انما هنا since the last Christmas, the last birthday, the last match, the last film، كل دي اسامي خلي بالك هي المقصوده بعد كلمه the last.
ممكن نكمل بقى ونقول since Christmas هو عيد رأس السنة، since arrival اللي هي الوصول، since departure اللي هي الرحيل، since death اللي هي الوفاة، since birth اللي هي الميلاد، since then اللي هي منذ ذلك الوقت أو حينئذ. السؤال في الجزئيات دي يا جماعة بقى سهل قوي. ليه سهل؟ لأن أنا مش محتاج أشغل دماغي. باشا هو أنا بقول لحضرتك she has worked here، جملة مضارع تام اهي يا جدعان، ها جملة مضارع تام اهي، space the last week. طيب محفوظ بقى الكلام the last اهي، اختار for؟ لا ثانية واحدة بقى، ايه اللي بعد كلمة the last؟ لو ده ظرف زمان وهو ظرف زمان يبقى انا بحط for. اما لو حط لي the last match، the last film، the last Christmas، the last occasion، يبقى انا بحط كلمة for. طب مفيش عندي ذا اصلا بقى، مفيش ذا اصلا، يبقى انا بحط كلمة مين يا جماعة؟ كلمة since. هل الموضوع انتهى عند كده؟ هل since خلصت؟ ده بالعكس بقى، since دي لها موال بيقول لي اولا هتعامل معاها بشكل اوسع واكبر شوية. بمعنى تلاقيني هنا مثلا هقول يجيني قبلها مضارع تام، هي المرة دي رابط يا جماعة، مضارع تام، وهنا past simple اللي هو الماضي البسيط. هنا يجيني it's ومدة since ماضي بسيط. طب since ممكن يجيني قبلها جملة نتيجة وبعدها جملة سبب، بس المرة دي هتعامل معاها على انها معناها ايه بقى؟ معناها لأن، مش معناها منذ. لازم احفظ الحاجات دي كويس قوي يا جدعان. فلما اجي اقول it's 3 years، خلي بالك بس الناس بتقول لك يعني ايه it's، معناها لقد مر 3 سنوات since، اسمع كده، I studied abroad، منذ أن درست بالخارج. ادي يا اهل الخير كلمة since، ادي يا حبايبي it's ومدة وبعدين ماضي بسيط. ممكن احط مضارع تام وبعدين ماضي بسيط. الى ان الخدعة الكبيرة تجيلك فين بقى؟ ركز معايا بتاع ثالثة ثانوي، عشان الموضوع ده قلت لك ثالثة ثانوي سنة مطاطية وفيها معلومات كتير. لان لما يجي يقول لك she passed the exam يعني اجتازت الامتحان، space she studied a lot ذاكرت كتير. وراح جاي ما بين قوسين بقى قايل لك as مع since مع yet مع but. عايز اقول لك ان اغلب الناس اللي حافظين لكلمة since على انها منذ بس يستبعدها، لكن اللي حافظ وعارف انها بمعنى لان هيعرف ان دي نتيجة وده سبب. نتيجة انها نجحت والسبب انها ذاكرت، فده يخليني اروح على ايه؟ على since بمعنى ايه بقى؟ لان. برافو عليك. في مشكلة كده؟ نكمل بقى الكلمات اللي بعد كده. عندي كلمة yet، معايا so far، معايا lately، معايا recently، up till now، until now، up to now. مالهم بقى دول بعد ما تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ اولا كلمة yet بمعنى حتى الآن. طب بتيجي فين بقى؟ بتجيني في آخر الجملة. جملة مين بقى؟ جملة النفي بتاع المضارع التام اللي فيها hasn't أو haven't. ممكن تجيني في آخر جملة السؤال اللي مبدوء بهاف أو has برضه. كلمة so far بتيجي في آخر بس كل أنواع الجمل، إثبات، سؤال، نفي. lately بتيجي في آخر كل أنواع الجمل. recently بتيجي خلي بالك في آخر السؤال وآخر الإثبات، ما تجيش في النفي. up till now، until now، up to now بيجوني كلهم كده في آخر الإثبات فقط. فلو جيت أنا بقى وقلت لك أحمد hasn't done homework not. بص يا جماعة، دلوقتي حاجة زي دي أو جملة زي دي مضارع تام هتلاقيها في آخرها أو هتلاقيها منفية، آسف. مين بقى في دول يجي في آخر الجملة المنفية بتاع المضارع التام؟ والله لما تعد كده يا مستر تلاقي بسم الله الرحمن الرحيم أديت. برافو عليك.
2 يا مستر عندي كلمة so far، برافو عليك كمان مرة. 3 كده يا مستر هتلاقي كلمة lately، هقول لك محترم 10 على 10. والله يا مستر بعد كده هتلاقي، لا مش هتلاقي حاجة تاني، هم الأربعة دول. معنى كده إن هم ما يجونيش في الاختياري مع بعض؟ أكيد لا طبعا، مش هيعمل كده ويحط حاجات تحتمل إجابتين. طب أنا لو شلت not وخليت has، مين اللي يجيني بقى في آخر الجملة لو هي مثبتة؟ هتلاقي so far وlately وريسنتلي واب تل ناو، الاربعه عندي يجوني في اخر جمله، وبرده نفس الكلام مش هجيب 2 منهم في اختياري مع بعض. ولكن طبعا لما نيجي نعلي ليفل بقى الشغل شويه، تلاقي ايه؟ تلاقي ان انا عندي في حاجه اسمها الفرق بين have او has لما استخدمهم مع been to او مع gone to. لا يخفى على اي حد يا جماعه عدى عليه الزمن ده يقول لك بص يا مستر، هاف وهاز مع بين تو معناها ذهب وعاد، هاف وهاز مع جان تو معناها ذهب وطفش. طب ايه وطفش؟ يعني معناها انه ما رجعش، ذهب ولم يعد يعني. والمثال عليهم بيبقى لذيذ جدا، يعني حاجه كده جميله بالطريقه دي، لما يجي يقول لك I have space to the zoo، وروح جاي في اخر الجمله قايل لك many times. many times يعني ايه يا ابني؟ مرات عديده يا استاذ، برافو عليك، مرات عديده يعني رحت وجيت ورحت وجيت، يعني انا هختار بن. طب لو حد يا جماعه يرفع درجه الحراره شويه، يقول لك ايه بقى؟ يروح جاي قايل لك she has been space her country، بلدها since birth منذ الميلاد. وراح جاي لعب عليا بقى لعبه حرف الجر ان مع اون مع ات مع فور. طب انا راجل حفيظ وعارف وحافظ ان has been to has gone to، فشفت كلمه بين هروح جري على ايه؟ على to. طب انا to مش موجوده اصلا، طب ايه اللي يحصل بقى؟ ان كلمه has been ان دي يا جماعه معناها موجود فيه، هي زيها زي كلمه has gone، يعني موجود في مكان مستقر فيه وما رجعش منه. ولما تقرا الجمله للاخر وتلاقي كلمه since birth يعني منذ الميلاد، هتفهم ان ده حاجه هو موجود فيها مش ذهب اليها. فهاز بين ان يعني موجود في المكان ده منذ الميلاد. تمام كده يا رجاله؟ في مشكله عندي؟ نبعد بقى دماغنا شويه عن سنس، والله ما يحصل. لابسالنا برضو في قصه هو انا ينفع اعمل بيها سؤال؟ يا جدع ده انا ينفع اعمل بفور سؤال. طب ازاي؟ ممكن اقول since when، وممكن اقول for how long. ركزوا معايا بقى كده. عايز اقول لك ان السؤال المبدوء بواحد من الاثنين دول، ولازم خلي بالك تحفظ since when وفور هاو لونج، ما بتجيش العكس ولا مع اي اداه غير دول اللي هم الاثنين دول. طيب ان الجمله اللي بعد كده لازم احط بقى، بص، السبجكت اللي هو الفاعل، ثم هاف اذا كان الفاعل ده مفرد، ثم هاف اذا كان الفاعل ده جمع، او هاز اذا كان الفاعل ده مفرد، وبعدين التصريف الثالث للفعل. طيب ماذا عن كلمه، خلي بالك بقى معايا كده، how long ago؟ ده سؤال معناه منذ متى، بس بيجيني بعده فاعل، وبعد الفعل عندي did plus مصدر الفعل. يبقى since when و for how long أسئلة مضارع تام، how long ago أسئلة ماضي بسيط أو سؤال ماضي بسيط. طيب معلومة كده وجملة عايزك تفهمها كويس قوي، ويا ريت لو تركز معايا جدا. هو ايه الفرق ما بين ان انا لما اقول I have never traveled before، وان انا اقول I haven't traveled yet؟ بص يا جماعه، اولا الجملتين منفيتين، بس الجمله دي منفيه بنيفر ودي منفيه بنوت. هتلاحظ بقى ان في اخر الجمله عندي في كلمه بيفور، في عندي كلمه يت. اذا الجمله المنفيه بنيفر ما بحطش في اخرها يت، والجمله المنفيه بنوت بعد هاف او هاز ما بحطش اخرها بيفور. احفظ بقى التركيبه دي زي ما هي. وفي جزئيه مهمه قوي قوي عايز اقول لك بقى، من باب الحاجات اللي احنا لو شفناها بنشتغل على المضارع التام بس، خلي بالك ان لو شفت عندي جمله مبدوءه ب اتس ذا اونلي، ولقيت بعد اونلي دي اسم the only boy the only girl، او this is the first،
خد بقى عندك the first the second the third ايا كان، تمام؟ او كلمة over the years اللي هي على مر السنين، او ages اللي هي العصور، او throughout years برضو، او ages نفس المعنى. تتفاجئ لو قلت لك وجود كلمة today في الجملة عندي، وتتفاجئ لو قلت لك in the last few مثلا، وحط بقى الظرف few days few weeks few months براحتك يعني. المهم ان الالفاظ اللي موجوده قدامي دي يا محترم بمجرد ما تكون موجوده في اول او في اخر الجمله، وفي غالبها بيكون في الاول، اعرف انك هتستخدم have has plus التصريف الثالث للفعل. طيب تعالى بقى ندخل بعد كده على زمن الماضي التام المستمر، اللي هو بالانجلش عندي اسمه the present perfect continuous. present perfect ايه يا جماعه؟ continuous. بيتكون من فاعل الجمله، وبعد فاعل الجمله يا جماعه have خلاص مع الجمع بقى، has مع المفرد، هنضيف كلمه been plus الجيرند. ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ ما هو ده شكل بقى الاستمرار، been plus الفعل المضاف له ing. طب المبني للمجهول منه، بص ركز معايا، نفس الاثنين اللي هو have has بلس been، ركز معايا، been بلس التصريف الثالث للفعل. ده المبني المجهول بتاعه زي المضارع التام البسيط اللي هو ده 10/10، برافو عليك. الفارق بقى، الفارق عندي لما اجي اقول لوصف حدث، بص بقى، بدأ في الماضي وما زال مستمر. ايه الفرق بقى؟ معلش يعني ايه حدث بدأ في الماضي وما زال مستمر؟ امال المضارع التام ده كان ايه؟ لا، كان حدث بدأ في الماضي وانتهى واثره اللي شغال. طب شوف المثالين دول كويس قوي وركز ها. لو قلت لك mom has been cooking so my sister wants to help. طيب mom has cooked and food is delicious. والاكل ماله بقى؟ لذيذ. بص كده عندي للفرق، has cooked has been cooking. اقرأ بقى النص التاني من الجملة بالله عليك. لما اقول so my sister wants to help، اختي عايزة تساعد، يبقى امي بدأها في الطبخ. الطبخ انتهى ولا لسه شغال؟ ما انت بتقول يا مستر ماي سيستر وانتس، اختي عايزه تساعد، يبقى معناها ان الطبخ شغال. طب لما جيت وقلت في النص الثاني الجمله الثانيه بقى لها المضارع التام بس and the food is delicious، والاكل لذيذ، ده معناها انها خلصت، يبقى حدث تم في الماضي واثره بس هو الموجود اللي هو طعامه الاكل. ده الفرق الاساسي في المعنى. ولكن انا كطالب، نوعيه الطالب بقى اللي هو الحفيظ اللي بيحب ايه، يا مستر انت اديني العلامه دي اقول لك الزمن ده، اللي هو الجزئيه دي احيانا يا جدعان بتوقع ناس كتير في مشاكل مساله الحفظ. لكن صدقني فهمت الفارق اللي انا قلته ده، انت كده بطل قوي، مش محتاج كلمات داله. ولكن من باب برضه عشان تبقى المعلومه كامله، من العلامات المشهوره جدا على المضارع التام المستمر all وستيل وناو، ركز معايا، وجمله بتاعت مضارع تام جنبه بس يكون في اخرها كلمه يد. اثبت لي يا استاذ. واولا اول دي معناها ايه؟ معناها طوال، وستيل ما زال، وعارفين الليله دي كلها. فلما اجي اقول لك she has space English for 2 hours now، لما الاقي بقى لمده ساعتين حتى الان، يعني معناها منذ ان بدات، من ساعتين حتى هذه اللحظه شغاله، يجي هو في اختيارات بقى يقول لي has studied، اقول له حبيب قلبي ما ينفعش. طب اقول له has been studying، اقول له اهلا وسهلا بيك طالما ان الحدث لسه ما خلصش او شغال، فبختار الثانيه دي. ولكن يا جماعه عايز اختم الفيديو بتاع النهارده، ولكن يا جماعه قبل ما نروح على الحل عايز يعني ايه، اروح معاك على الجزئيه بتاعت مش اي فعل عندي ينفع استخدامه في المضارع التام المستمر. بص يا جماعه، كلنا عارفين جزئيه خدناها في ثانيه ثانوي اسمها الستيتيف فيربس. ايه الستيتيف فيربس؟ اللي هي افعال الحاله.
افعال الحاله اللي هي افعال الاعتقاد زي think و believe و expect و realize و understand و remember. افعال المشاعر زي كلمه love وزي enjoy وزي prefer وزي adore وزي feel. افعال الحواس زي see وزي hear وزي taste وزي smell وزي touch. افعال الملكيه زي have زي own زي possess زي belong to. افعال القياس زي measure يقيس weigh يزن contain يحتوي include يشمل consist يتكون من. مالها الافعال دي كلها؟ ممنوع منعا باتا تيجي في المضارع التام المستمر، دي هتبقى مضارع تام بس. يعني حضرتك تكتب لي كده وانت وانت مربع ايدك تقول I have loved my friends، انا حبيت زمايلي. ما تقوليش have been loving، غلط. خلاص؟ وقس على ذلك بقى كل الافعال اللي انا قلتها دي الا بقى يا عم الا بقى، ما خلاص بقى احنا قلنا افعال الحاله بقى يا استاذ، ما تجيش هي مضارع تام مستمر. معلش في حته الا صغيره. الالا الصغيره دي بتقول لي ان انا يا مستر ما ينفعش او ممكن يعني مع افعال الحاله نحطها في الاستمرار لو قصد بها معنى يناسب الاستمرار. لو النبي ركز كده معايا، يعني انا عندي think مش معناها يعتقد. هي لو معناها يعتقد يبقى كده ما تنفعش استمرار. طب لو معناها يفكر، ده كده ممكن يستمر في التفكير في حاجه معينه، محترم. عندي الفعل سي، ده لو بمعنى يرى ما ينفعش في استمرار. طب لو بمعنى يزور شغال. عندي الفعل هاف، لو بمعنى يملك ما ينفعش في استمرار. طب لو بمعنى يقضي او يتناول يبقى ينفع في الاستمرار. ركز قوي في الحته الاخيره دي، مهمه قوي يا جماعه، عشان اغلب حبايبنا بيقول لك يا مستر افعال الحاله ما بتجيش. لا، تيجي لو قصد بيها المعنى ده، وده هيبقى ناتج عن تركيزك في الشرح اللي احنا قلناه ده ان شاء الله. ركز بقى معايا عشان هنطبق وقتي على الدرس. طيب اتفقنا ان ده كتاب مين؟ كتاب المعاصر. الجمله الاولى عندي هتجيب طبعا الكتاب لو معاك اوريدي، هتجيب الوحده الاولى، الجزء الاول من الوحده الاولى، جرامر الجزء الاول من الوحده الاولى، ده زمن المضارع التام والتام المستمر. الجمله الاولى بتقول the government space a lot of villages recently. واخد بالك بقى من كلمه recently اللي هي كلمه داله على زمن المضارع التام. طب الحكومه عملت ايه في كتير من القرى؟ ركز معايا بقى كده، بما ان الحكومه عندي اسم مفرد فاقول has modernized. طبعا has عشان في recently ككلمه داله. الجمله الثانيه رامي is happy he space a medal for writing poetry، يعني هو سعيد لانه فاز بجائزه في كتابه الشعر. طب انا فاكر اول مثال كتبته لك في الشرح خالص اللي هو فلان is happy. is happy ده سعيد، يعني دي نتيجه دلوقتي. نتيجه معناها ان كان لها سبب والسبب ده تم قبلها وده اثر اللي موجود في الحاضر، فانا هقول has one. طيب 3 I haven't traveled to my village by train space my early childhood. دي جمله مضارع تام خلاص، ودي عندي جمله مكمله ليها بس كلمه سياقها اسم. مين في دول اللي ممكن يجي بعديه اسم؟ بنقول كلمه سينس، خاصه ان احنا قلنا childhood اصلا لفظ مباشر بيجي بعد سينس. طيب 4 in the last 2 hours. فاكر انت الكلمه دي؟ اخر كلمه ده اللي كتبناها في المضارع التام. in the last few days in the last few years in the last 2 hours، كلها الفاظ واحده بتعبر عن المضارع التام، فاروح جاي قايل have revised. طيب 5 so far، البدايه so far، يعني انت فاهم يعني الراجل بيقول لك اتفضل حل يا فندم. طيب هو بيقول لك ميني سكولز، هنا بقى المدارس، وجايب لي في الاختيارات كلمه يبني، فالمدارس في المباني اكيد هي المفعول، فانا هقول المدارس عندي have been built. Oh I spaced my mobile what can I do. يا خبر ابيض، انا كسرت الموبايل بتاعي، اعمل ايه دلوقتي؟ لما يقول لي اعمل ايه دلوقتي ويحط لي كلمه كان وراي كان اي دو او وات كان اي دو، يعني معناها ان انا دلوقتي اعمل ايه؟ يبقى معناها ان الكسر تم قبل ما انا اسال نفس السؤال ده وله اثر لحد ما سالت نفس السؤال ده. المهم الخلاصه طبعا هيبقى مضارع تام، فاقول have broken. طيب 7 he spaced to the bank to draw some money. هو عمل ايه في البنك عشان يسحب شويه فلوس؟ he will be back in half an hour، هيرجع كمان نص ساعه، يعني معناها ان ذهب ولم يعد، مش اللي لسه هيرجع يبقى راح ما جاش، يبقى اقول has gone. دكتور تامر space for patients so far this morning، وعايز اقول لك انه شاف 4 مرضى so far كلمه داله، فبقول has seen. 9 nothing like this، مفيش حاجه زي كده، عايز اقول حصلت لها
ماشي، مفيش حاجه زي كده حصلت لها من قبل، فهختار كلمه has ever happened. وده طبعا يا جماعه من استخدامات كلمه ever، لو تفتكر قلت لك في الجمله المبدوءه بنو، بغض النظر بقى no one no thing no where، المهم ان no في اول الكلام يبقى ever بعدها. 10 بيقول لي my uncle spaced to Germany lately يبقى has been. I spaced the Olympic Games every 4 years for my whole life. بيقول لك ان انا شاهدت الالعاب الاولمبيه او بشاهد الالعاب الاولمبيه كل 4 سنين طول حياتي. طيب لما اجي اقول لك for my whole life، for وسنس الاثنين اخوات واخد بالك، يبقى انا اقول have watched. طيب you look pale يعني لونك مصفر، شكلك مخطوف اللون. لما اقول لك وخلاها مضارع يعني حاجه انا شايفها قدامي دلوقتي، يبقى اكيد كان في سبب ليها وده الاثر، اللي هو نفس فكره السؤال اللي هستخدمه مضارع تام، يبقى اقول has anything happened. طب واحد يقول لك طب ليه مش has anything been happened؟ لان الفعل happen فعل اصلا transitive، فعل intransitive يعني فعل لازم وما ينفعش يجي في المبني للمجهول. 13 I haven't seen Mr. أيمن، جملة منفية، فآخرها مين بقى؟ ركز معايا كده، هقول lately، لأن recently ما بتجيش في آخر جملة النفي، بتيجي في السؤال والإثبات. طيب he spaced the piano since he was 8. since في نص الكلام بعدها ماضي بسيط، حلو، رابط since بقى اهو، قبلها ايه؟ مضارع تام، فبقول has played. We haven't seen him space over a year، كلمة من الكلمات الدالة اللي بتيجي بعد for. Space been to أسوان not yet، هو عايز يقول له هل أنت رحت لأسوان قبل كده؟ طيب هو كلهم أسئلة، بس في كلمة دالة معينة بتيجي في السؤال، فاكرينها؟ فاكرينها، اللي هي have you ever، بتيجي في السؤال المبدوء بهاف واز بعد الفعل. 17 فريدة is still at the office، ما زالت فريدة في المكتب. ماشي، ده فريد أنا آسف. 17 بيقول لي فريد is still at the office he space all night and he is very tired، ما زال في المكتب، هو بيعمل ايه طول الليل وهو تعبان جدا. خلي بالك لما اقول لك ما زال في المكتب طول الليل وهو تعبان، يبقى معناها has been working، يعني معناها انه طالما موجود دلوقتي يبقى بدأ عمل وما زال مستمر في العمل، ده مضارع تام مستمر. a long time has passed يعني وقت طويل عدى space I saw him، طبعا جملة مضارع تام، دي جملة ماضي بسيط، الشغلانه دي شغلانه سنس، قبلها مضارع تام بعدها ماضي بسيط. 19 رانيا سبيس از ا دكتور فور ذا لاست 10 years، يبقى انا هقول طبعا المفروض بقى يا مضارع تام يا تام مستمر، فانا ما فيش مضارع تام فاقول has been working. 20 we space our old friend for a year they are too busy، عايز اقول لك ان احنا ما زرناش زمايلنا لمده سنه لانهم مشغولين، ما زرناش وحد دلوقتي ما بنزورهمش، وطالما انهم مشغولين يبقى احنا we haven't met، ما قابلناش. 21 I spaced the Olympic Games all evening and now I'm going to bed، انا بلعب او بشاهد الالعاب الاولمبيه طول الليل ودلوقتي انا متعب ورايح انام بقى، يعني معناها انك كنت شغال في ده وفضلت مستمر فيه لحد ما قررت انك تنام خلاص، يبقى اقول have been watching، خاصة ان في عندي كلمة all دل على الاستمرار، ولو تفتكر معايا في الشرح قلت لك all مع still مع now. 22 it's spaced for the past 3 hours، بص بقى انا هقول لما يقول لي for the past 3 hours هقول has been raining. Sarah spaced to call Rania all afternoon but each time she calls the number is busy، هو عايز يقول لك ان ايه، ان كل ما تتصل بيها بتلاقيها مشغوله، وجايب لي وقت الاتصال مضارع حتى الان شغاله، يبقى معناها ان الاتصال ده كان بدأ وما زال مستمر، فاقول has been trying. A terrible accident، عايز اقول حادثه، الفعل اللي في اختيارات حدثت، الفعل ده فعل لازم ما ينفعش يجي في مبني المجهول، يعني معنى كده ان الاختيار ده غلط، فهروح على دي. You needn't make food، انت مش مضطر تطبخ. I spaced a good meal already، طب already يبقى I have cooked. It has been 2 months since، it has been it's، ماشي، الجمل دي يا جماعه معناها لقد مره، افتكر معايا في الشرح برضو لقد مره، شهرين since بيجي بعد since ماضي بسيط فبقول visited. My friend faced a health problem since he lived in this highly polluted area. Since ماضي بسيط قبلها مضارع تام فهقول has had بقى،
هنخليها هاز هاد ليه؟ يعني بيعاني من مشكله صحيه. طب ما ينفعش هاز بين، هاز بين معناها كان، دي بيعاني ودي كان، فهختار يعاني عشان في مشاكل. Sorry for being late، اسف اني اتاخرت. sir please let me in، لو سمحت عايز ادخل. I space in a very bad traffic، هو بص يعني انا اتاخرت في الايه، في المرور، هو عايز يقول كده، فده خلينا اقول I have been in، انا كنت موجود فيه. طب لو قال I have gone in يبقى معناها انه لسه اصلا في المرور وما وصلش ايه، ما وصلش الشركه. لكن have been معناها كنت موجود بس انا جيت اهو، او كنت في زحمه المرور بس انا جيت دلوقتي. I haven't met the general manager space، جملة ماضي جملة مضارع تام منفية، فبحط كلمة yet في آخرها. My uncle space as a taxi driver for 10 years now he is a worker in a big clothes factory. وعايز أقول لك كان عمي شغال كسواق تاكسي لمدة 10 سنين، دلوقتي هو عامل في مصنع ملابس كبير. يبقى شغله في المصنع ده انتهى وما عادش موجود ولا له أثر، فهقول worked اللي هي الماضي البسيط. 31 I haven't seen وائل، انا ما شفتش وائل spade the last time، the last time، فبقول يا جماعه عندي ايه بقى؟ since the last time we met، من اخر مره اتقابلنا فيها، دي نون على بعضها كده. he wanted to know space I have been a member in this sports club، هو بيقول لك عايز اعرف انا بقالي قد ايه عضو في الايه، في النادي الرياضي ده. طب since how long غلط، طب for how long صح، طب for when غلط لان بتيجي مع since when اصلا. how long ago غلط لان how long ago بتيجي لما يكون عندي الفعل المساعد did، سؤال في زمن الماضي البسيط. my car space down، عربيتي اتعطلت، طب اتعطلت هي الفاعل خلاص. so I have to call، اذا بضطر ان انا اتصل بالميكانيك عشان يجي لي دلوقتي. العربيه عندي في العطله فاعل، الفعل ده فعل لازم يا جماعه، فبقول has broken down. طب I spaced the kitchen all morning and mom says it's still dirty، انا كنت بنظف في المطبخ طول اليوم وامي بتقول انه ما زال متسخ، يعني معناها ان انا حتى الان لم انهي في التنظيف، شغال، فبقول I have been cleaning، مش لسه متسخ يبقى انا ما خلصتش. survivors in lagoon of this morning accident، اللي هو من حادثه النهارده الصبح، عايزين اخذوا الى المستشفى العام او الرئيسي، اخذوا خلي بالك هم المفعول، فبقول have been taken. I space all my homework and now I'm ready to go out، انا خلصت الشغل او الواجب بتاعه دلوقتي انا مستعد، انا دلوقتي مستعد، يبقى بقول I have finished. 37 what space your mother for her birthday tomorrow، وعايز اقول لك ايه اللي انت اشتريته لامك لعيد ميلادها بكره، يبقى what have you bought، ده الصح. طب ليه ما ينفعش استمرار؟ لان الفعل باينج ما فيش فيه استمرار، ده فعل قصير بنسميه لونج تيرم فيرب، يعني حاجه ممكن تبدا وتخلص في وقتها. بكامل حاجه بتفضل خد، خلاص خلصنا كده. 38 I started my job I have met important people from all over the world. طيب جمله ماضي بسيط صح، وفينا مضارع تام مظبوط، يبقى انا عندي كلمه سينس، ده الاساس. هي سينس بتيجي في الاول، تيجي في الاول، هي اصلا لما كانت بتيجي في النص كان بيجي قبلها مضارع تام بعدها ماضي بسيط. طب لما تيجي في الاول هتخلي اللي بعدها حتى وهي في الاول. The committee members disagreement، اللي هو بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان الخلاف اللي حصل في اعضاء اللجنه space caused سبب، خلي بالك تصريف ثالث، والخلاف هو الفعل في التسبب، فبقول has. ليه؟ لان الخلاف عندي اسم مفرد، ما حدش بقى ينخدع في كلمه members ويقول لك ده جمع فحط have، لا هي الكلام عايد على الخلاف هو اللي سبب، والخلاف مفرد. 40 بيقول لي why space away last weekend، انت ليه بعيد من الاسبوع اللي فات؟ اقول له why. الريم بيقول لي واي سبيس اواي لاست ويك اند، هو عايز يقول له انت ليه ما رحتش او ليه ما مشيتش او ما بعدتش من الاسبوع اللي فات، فبقول واي هافنت يو جون اواي. It's space very cold lately ككلمه داله على زمن المضارع التام، فبقول it has been very cold lately but it just began to get warmer، يعني كانت برد وبدا ايه تدفى شويه. So far today كلمه داله على المضارع التام، عايز اقول انا كتبت 6 ايميلات، كتبت 6 ايميلات ده عدد، واكيد انا مش هستمر في السته مع بعض، ودي واحده من الحاجات اللي ما بستخدمش فيها المضارع التام المستمر، انه لما يجي يحدد لي عدد مرات حدوث فعل بستخدم مضارع تام بس، فده يخليني اروح على have written. This is the first time، ده لفظ اساسي دل على المضارع التام، لو شفته في اول الكلام وده شرحناه برضه، فبقول for Jane هقول تو فيكس بقى، لان انا ممكن احط بعد رقم ترتيبي وبعدين الفعل وبعدين تو والايه والمصدر.
رؤية سبيس 3 تيست ذيس مانث. عايز اقول لك رؤية اخذت 3 اختبارات الشهر ده. طبعا في عندي هاز تيكن وهاز بين تيكن، بس معلش هل خدت 3 في وقت واحد؟ لما اقول لي طول الشهر يعني واحد ورا واحد ورا واحد يبقى في انقطاع، يبقى انا اقول هاز تيكن. I can't remember the last time. انا مش فاكر اخر مره. خلي بالك اخر مره دي لفظ دل على الماضي البسيط وش تبقى ويند. تعالى بقى في تشيك يور اندرستاندينج. يعني بص الجمل دي حلوه قوي بتشغل الدماغ، اي نعم ما بيجيش زيها في الامتحان بس ظريفه قوي وبتخلي الواحد يركز في معاني الازمنه اكتر من الكلمات اللي دل عليها. يعني مثلا الجمله اللي بيقول لك علي لاست كوت فيش وين هي واز ان الكسندريا، يعني علي اخر مره اصطاد سمك لما كان في اسكندريه. ده معناها ايه بقى؟ الاجابه بقى عندي هتبقى رقم سي. طب ليه الاولى والثانيه غلط ليه؟ جايب لي كلمه سنس وقبلها ماضي بسيط وبعدها ماضي بسيط، وده غلط، لازم يكون مضارع تام حتى لو المعنى انت شايفه كويس بس الجرامر هنا مش مظبوط. طب الثانيه غلط ليه؟ جايب لي وين، اي نعم وين ماضي بسيط ماضي بسيط، بس ده معناه ان هو ما اصطادش لما كان في اسكندريه. لا، هو اصطاد لما كان في اسكندريه، ده كانت اخر مره له، ده اللي عايزين نقوله. انما هنا معناه انه ما اصطادش اصلا لما كان في اسكندريه. والاخيره طبعا هاز بين كاتشنج طبعا سينس هي ريتيرند، يعني كان بيصطاد من ساعه ما رجع، وده عكس المعنى اللي فوق، اصلا هو بيصطاد لما كان موجود. الجمله الثانيه بيقول ماي بين فريند ارايفد ات كايرو ايربورت، يعني اللي هو زميلي وصل لمطار القاهره ا مومنت اجو. ده معناها ان هاز جاست ارايفد. ده مساله ترتيب كلمه جاست مع المضارع التام. ايا من الجمله دي از ستراكشرلي كوريكت، يعني نحويا او من حيث البنيه او التركيب صح. هتبقى الجمله رقم بي. ليه بقى؟ لان انا في عندي كلمه، لو انت شايف كده في عندي كلمه ايفر بتيجي في السؤال بعد ايه؟ بعد الفعل مباشره. ايا من الجمل دي برضو نفس الكلام structurally correct اللي هي صحيحه، هتبقى الجمله رقم بي. طب ليه؟ لان انا عندي كلمه سنس في نص الكلام بيجي قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط، الباقي طبعا غلط. 50 نفس الكلام، الجمله مين الصح اللي هنا؟ بتبقى الجمله رقم سي، لان انا عندي كلمه سنس بيجي قبلها اتس بمعنى لقد مره وبعدها ماضي بسيط. 51 شي هاز بين تو امريكا، ده معناها ان شي از نو لونجر ذير، ما عادتش هناك. مش انت بتقول لي هاز بين يعني ذهبت وعادت، يبقى معناها ان ما عادتش موجوده. 52 مي هاز نيفر فلون بيفور ذيس تايم، يعني مي ما كانتش طارت قبل كده او قبل المره دي. ده معناها انا بقول ان الجمله الاولى اللي هي اتس ذا فيرست تايم فور مي تو فلاي، يعني دي اول مره مي تسافر. 53 رودينا از ذا كليفرست جيرل اي هاف ايفر نون، رودينا اذكى بنت عرفتوها على الاطلاق. الجمله دي معناها ان رودينا از كليفرر ذان اول جيرلز اي هاف نون بيفور، يعني اذكى من كل البنات اللي انا عرفتهم. هو ده انسب معنى للي فوق، اللي هي اذكى واحده فيهم. 54 بيقول لي I have never eaten such a delicious meal، ان انا ما اكلتش وجبه قبل كده حلوه زي كده. ده معناها اني I am enjoying the meal I'm eating، يعني بستمتع بالوجبه اللي انا باكلها. وهنا كده يا جدعان يبقى انتهى ان شاء الله باذن الله الفيديو الاول. خلصنا الجزء الاولاني من الجرامر وحلينا عليه بفضل الله. انتظرنا بامر الله مكملين مع بعض ان شاء الله حتى اخر السنه، وميعادنا مع بعض هيبقى يوم الخميس الساعه 8 والجزء الثاني من الوحده الاولى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.